حبايبي النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي. هنعمل مع بعض حاجة شبيهة كده للمهلبية بس بكذا طعمها جميل ويجنن. خليكم معانا بقى في الفيديو عشان تعرفوا الوصفة اتعملت ازاي. حاجة تنفع بقى في الحر اللي الواحد مش طايق نفسه منه ده. نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا كده حلة هنحط فيها 3 كوبايات من اللبن. تمام كده. هنزل عليهم بقى ب4 معالق من النشا. تمام. والسكر بقى على حسب الرغبة. انا هنا حطيت 3 معالق. نقلب بقى كده على البارد. بعدين نشغل النار بقى عليها طريقة المهلبية العادية خالص. تمام كده. ايدك فيها بقى عشان ما تكلكعش منك. تمام كده. بس ايدك على طول فيها عشان ما تكلكعش. بعد ما تتقل بقى بالشكل ده نشيلها من على النار. ابتدي هنا بقى اجيب الكاسات اللي هحط فيها او الاطباق اللي عندي. هنحط نص الكاس. طبعا المهلبية بتتاكل كده عادي خالص، بس احنا هنعملها بقى بكذا طعم، اطعام مختلفة. اتمنى تشجعوني في القناة وتدعموني بلايك واشتراك. هنا تمام كده. نبتدي بقى هنا في الطبقة التانية اللي هنعملها. معايا هنا 2 كوبايات من الحليب. هحط عليهم كيس تانج مانجا. ايوه تانج بالمانجا بالشكل ده. لو عندك مانجا صبحة، مانجا من العادية الفاكهة، قطعيها وحطيها معاها عادي، اخلطيها في الخلاط وحطي معاهم شوية عادي مع المعلقتين النشا. وهتحطي هنا برضو معلقتين سكر او على حسب الرغبة. تمام كده. نرفعهم برضو على النار زي ما عملنا مع المهلبية. هنعمل مع المانجا هنا مع التانج هنا. تمام كده. هنا بقى حطيناهم على النار وايدك فيها طبعا برضو عشان ما تكلكعش على طول كده. هتتقل معانا. تمام. تاخدش وقت خالص. هنا خلاص اتعملت اهي. هبتدي هنا اجي هنا احطها على المهلبية اللي بردت تماما. لازم تكون المهلبية بتاعتنا باردة خالص عشان ما يختلطوش مع بعض. تمام كده. طبعا الكميات اللي احنا عملناها دي عاملة اطباق تانية، يعني عاملة كمية كبيرة، بس هنا عشان التصوير فانا عاملة هنا بس الكاسات ديت، مصورة الكاسات فقط. هنا بقى حطيت كوباية من المية السخنة، عليها نص كوباية من المية المتلجة. وهنحط هنا كيس جيلي، ده الطعم التالت معانا. جميل جدا، ما بتاخدش 5 دقايق اصلا في تحضيرها. وانتوا قاعدين بقى انتي واولاد بالليل كده تقومي تعمليها على طول في ثواني، متاخدش وقت خالص. هنقلب هنا بقى الجيلي كويس. ولازم هنا تكون المهلبية بردت خالص. الافضل انك تحطيها كمان في التلاجة شوية.
تمام. نقلبناه كويس بقى. نبتدي اللي احنا نحط هنا بقى على المهلبية اللي احنا سيبناها تبرد. تمام كده. ممكن بقى تزينيها عندك بأي حاجة. انا حطيت اللي كان متوفر عندي جوز الهند، فحطيت كده شوية على الوش وخلاص. لو عندك اي نوع شوكليت تحطيه عليه. طعمه والله جميل جدا، هيعجبك قوي ومش هتبطلي تعمليها لاولادك. يا ريت تدعموني باشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. اي وصفة تحتاجوها هتلاقوها على القناة. القناة محتواها جميل جدا هتعجبكم. واقول لكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.